صلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنت استعرض الفيديوهات التي ترسل الي عبر الواتساب، فرأيت فيديو لاحدى الاخوات باحدى المدن البريطانيه لتعبر فيها ان شاء الله تبارك وتعالى على دولة بريطانيا كواحة للاستقرار والسلم والتسامح والتعاون والتشارك في كل مجالات الحياة بين البريطانيين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية واللغوية، وخاصة ونحن على عتبة شهر رمضان إذا بهم يكتبون لافتة كبيرة: رمضان مبارك. ثم يجتمع المسلم مع غير المسلم، ثم يقومون إن شاء الله تبارك وتعالى بتهاني يهنئونهم بحلول شهر رمضان، وتتكلم عن لوحة إنسانية طيبة يرسمها الشعب البريطاني في بريطانيا مضمخة بالإخاء والتعاون، حتى قالت في الأخير إن بريطانيا هي أحسن دولة يمكن للمسلم أن يعيش فيها، فالفتيات متحجبات ومنهن منقبات لا يعترض سبيلهن أحد، والمتدينون يذهبون إلى المساجد يملؤونها في هذا الشهر، فترى إن شاء الله تبارك وتعالى هذا النوع من التسامح والتعايش. لكن في بعض الأحيان هذه الصورة تشوش قليلا حينما تظهر بعض النتوءات كالنتوءات التي تخدش الوجه، وجه صبوح جميل ولكن سرعان ما تظهر فيه نوع من الخدش. هذا الخدش هو الذي يشين هذه الصورة، لكن لا يمكن أن يخفي الصورة الجميلة ككل، إنها نتوءات، والشاذ دائما لا يقاس عليه، ولكل قاعدة مميزاتها وشواذها، فهذه القاعدة لها بإذن الله تعالى ما يخالفها وهو الشاذ وهو الأقل. فمحمد رايز هذا مسلم سبعيني يعيش هو وأولاده في بريطانيا، وبينما إن شاء الله تبارك وتعالى يمارس شعائره التعبدية بانتظام، فبالأمس وهو يخرج من المسجد من جامع في برنغهام إذا به يفاجأ بشاب في حي الذي يمر منه، وتصور الكاميرات من كل جهة أنه يعترض سبيله ويحاول أن ينال من الرجل، لكن الكاميرا التي توجد في الجهة المقابلة تبين وتظهره واضحا أنه أخرج مادة قابلة للاشتعال، ثم أضرم النار في الرجل ثم لاذ بالفرار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. متابعة لحالة الرجل، فالرجل أصيب بحروق بليغة وتم أخذه على عجل إلى المستشفى لتلقي إن شاء الله تبارك وتعالى العلاجات اللازمة في مثل هذه الحالات المستعصية، لكن الأخبار الواردة من المستشفى الذي يرقد فيه تقول بأن حالته مستقرة والحمد لله على سلامته، سائلين الله تعالى أن يعجل بشفائه يا رب. بعدها قامت الشرطة بواجبها، ألقت القبض على رجل شاب في 28 من عمره، والمشكلة أنه يسمى محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يسمى محمد أبكر، وهو شاب مسلم. فيتساءل الناس: ما الذي دفع شابا مسلما أن يفعل إن شاء الله تبارك، أو أن يفعل هذه إن شاء الله؟ دائما كنقولها وكيقولوا لي الناس: يا ودي بدي راك ديرها في غير موضعها، اسمحوا لي لقد جرت على لساني وأستغفر الله تعالى. لماذا ينال مسلم شاب بمسلم كبير في السن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؟ الله 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 الله. إذا أردت أن تجل الله فمن إجلالك لله أن تكرم الشاب الشيخ، وما من شاب يكرم شيخا إلا قيض الله له عند شيخوخته شبابا يخدمونه. لا إله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. على كل حال تم القبض على هذا الشاب، والغريب أنه قبل شهر من هذا التاريخ
هو من قام بجريمة عياذا بالله تصفية لرجل مسلم آخر ثمانيني، حتى قال بعض الظرفاء إن هذا متخصص في العدوان على كبار السن. ولكن كبار السن غير مسلمين، زيد لها مسلمين يا صاحبي، زيد لها مسلم. إذا بغيت تقول متخصص في اغتيال كبار السن زيد لها مسلم، لأن هذاك مسلم وهذا اللي مات مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فرأيناه يستهدف أولا المسلمين. مسلم يستهدف المسلمين، هذه مسألة غريبة، هذه مسألة غريبة. هل بينه وبينه حسابات؟ لا، ما يعرفوا شيء. هذا الأغلب، هذا أغلب الظن، هذا الراجح. لأن ثمانيني مسكين واسمه دارك. ثانيا، لو كان عندك حساب مع هذا السبعيني لماذا تضيق في الطريق؟ لو كان لك حساب معه لرفعت الأمر والشكوى إلى القضاء فأجئت بحقك. وهذا رجل متدين معروف بتدينه وبصلاحه، سنوات عاش في بريطانيا لم يسجل عليه أدنى ما يخدش في أخلاقه وسلوكياته، وهذا هو ديدن المسلم في كل أرض الله. فهو عامل استقرار وعامل خير في المجتمع، هذا هو المسلم. ثم هو يستهدف الكبار السن أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قبضت عليه الشرطة واعترف بذلك، ونترك للشرطة بإذن الله بعد التحقيق حينما يخرج التقرير لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا. ونحن لا يمكننا أن نستبق أعمال الشرطة القضائية حينما تقوم بإجراءات البحث المعمقة، نتركها إن شاء الله تعالى لحينها. الآن ماذا علينا أن نقول؟ لا إله إلا الله. سمعت بعض التعليقات في إحدى القنوات لبعض الإخوان يعلقون على هذه المسألة فيقولون: حتى ولو كان الأمن مستتبا في كل مدن بريطانيا وفي كل الأرض في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتنة، فالرجل الكبير لا ينبغي أن يخرج في الليل لوحده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك لا تسافر وحدك، خاصة في الليل. كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة عاد ركب. ولكن هو كيكون مسألة تاع المدينة. أنا من مشيت لبوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية تمشي في أي وقت لوحدك، لا يعترض سبيلك أحد، والمرأة تخرج في أي وقت ولا يمكن أن يعترض سبيل أحد. الأمان يا إخوان، الأمان. لكن على كل حال لا تمشي وحدك. أعجبني هذا التعليق، لا تمشي وحدك. فتمنيت أن هؤلاء الكبار لو كان لهم من الأولاد وهم يخرجون بالليل، أو على الأقل إذا خرج من المسجد بعد العشاء الآخرة أن يمشي مع بعض المصلين، خاصة في الطريق التي يشتركون فيها تجاه مقراتهم. لا إله إلا الله. ثانيا، يقول بعضهم: هذا يدل على الكراهية، كراهية مسلم لمسلم. لا، هنالك مرض. المسلم لا يكره أي مخلوق. قال تعالى: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتتحابوا، لتتعاونوا، لتتساندوا، لتتكافلوا، لتدفعوا كل المضار عنكم، لتدفعوا المفاسد عندكم، لتجلبوا المصالح للخلق كلها، وخير الخلق عند الله أنفعهم لخلق الله. الله سيد. الكراهية بين من؟ هذه قلوب مريضة، هذه المسألة داعشية، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم في الطريق في أفغانستان في المسلمين، منين هم؟ ويلقون حماية ودعما من جهات أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحدهم: نحن الآن ينبغي أن لا نغفل مسألة نشر المحبة والوئام بين أبناء الشعب الواحد. يعني خصنا نكثروا من الخطاب الوئام والمحبة والتسامح. هذاك الخطاب اللي راك يقول لنا خصكم تكلموا عليه في التسامح في بلادنا، احنا ما عندناش شي حاجه، ايوا تكلموا عليه حتى في تلك البلدان. لماذا لا نتكلم عن خطاب التسامح في فرنسا مع المسلمين، وفي كندا، وفي السويد؟ تعرفوا السويد واسمه دار ولا ما تعرفوش؟ أحد العلماء والدعاة نزعوا منه أبناءه، وكان أبناؤه يفرون ويأتون إليه. يا كذب. واختفت إحدى بناته ولا يعرف أين كانت، وسجن ومات هذا الأسبوع. الله أكبر، الله أكبر. لماذا لا نتحدث عن التسامح مع المسلمين في تلك البلدان، وهم عناصر استقرار وقدموا خدمات لبلادهم؟ يا الله يا الله يا الله. ثالثا، العنصرية. لا أجد نموذجا قضى على العنصرية كالنموذج المسلم.
الذي يؤمن بالله، فلا فرق لعربي ولا لعجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. يا أخي يا أخي شوف الإسلام، الرحمة اللي جات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أخي يا أخي أسود أحمر مسلم ماشي مسلم، المهم أنه لا يحاربك. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر يا أخي، البر بغيرها، البر بهؤلاء الذين لا يقاتلونك ويعيشون معك ويشاركونك الوطن ويشاركون لك إن شاء الله العيش المشترك. أخيرا أقول بإذن الله أسأل الله الشفاء لأخينا سي محمد رايس من بريطانيا، وأن يعجل خروجه سالما غانما لأولاده، وأن يطمئن أولاده بإذن الله. ثانيا أسأل الله أن تكون سحابة صيف عابرة، وأن تكون إن شاء الله مسألة شاذة، لأن الغالب في حياة المسلمين وغيرهم في بريطانيا هو التسامح والتعاون والتعايش بطريقة عجيبة لا تكاد تجدها إلا في بريطانيا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.